الله المتابعين، نورتوا حبايب قلبي. طبعا مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ مباراة كلش مثيرة، انتهت بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين 6-4. طبعا اليوم ريال مدريد قدم مباراة كلش حلوة كلش ممتازة، خاصة بالشوط الأول استغل الفرص اللي اجته، استغل الاغلاط اللي طلعت من لاعبين بايرن ميونخ. والله العظيم يمكن اول مره اضوج على ريال مدريد، اول مره اتعاطف ويا ريال مدريد. يا اخي هذا الفريق اللي يريد يفوز، هذا الفريق اللي يريد يفوز بدوري ابطال اوروبا، عنده شخصيه دوري ابطال اوروبا. هسه لا انا راح اجاملكم ولا انا راح راح احكي لكم الواقع. اليوم ريال مدريد والله العظيم بالشوط الاول استحق التاهل. يا اخي استحواذ صار قديم، اني صارت عندي عقده من الاستحواذ. شنو فائده الاستحواذ؟ استحوذ وما اسجل، استحوذ وما اسوي خطوره. اليوم ريال مدريد ما استحوذ على الكره، لكن العفو قدم مباراه افضل من بايرن ميونخ. انتم لو تلاحظون المباراه، الخطوره كلها من ريال مدريد. الاستحواذ صح البايرن ميونخ وقدم مباراه حلوه واستحوذ والسيطره كلها البايرن ميونخ، لكن اذا تقول لي الهجمات الخطره بايرن ميونخ هجماته مو مثل ريال مدريد. ريال مدريد يلعب على المرتدات وهجماته كلها خطره. اليوم ريال مدريد قدم مباراه للتاريخ، كل العالم وانا من ضمنهم كنت مرشح بايرن ميونخ اليوم اكتساح ضد ريال مدريد، لان على ملعبهم وبين جمهورهم. الشغله الثانيه شباب، ريال مدريد اليوم الخطورة اللي سواها على بايرن ميونخ أكثر من بايرن ميونخ بس استحواذ. شلون برشلونة؟ أنا صارت عنده عقدة قلت لكم من الاستحواذ. البارحة برشلونة مستحوذ مباراة كاملة بالطول وبالعرض، ذهاب وإياب. شنو فائدة الاستحواذ إذا ما سجل؟ أنتم بايرن ميونخ يعني ما أدري، هذا كومباني عنده فكرة السيتي لأن كان جوا ايد جوارديولا يستحوذ بس ماكو خطورة. شو اسوي انا بالاستحواذ اذا ماكو خطوره؟ اليوم ريال مدريد قدم مباراه كلش حلوه بالشوط الاول، واهنيكم على هذا الفريق، اهنيكم على هاي الروح. طبعا انا اشوف اللي سبب خساره ريال مدريد اليوم هو كامافينجا. لما انطرد كامافينجا تغيرت مجرى المباراه، يعني كانت النتيجه 3-2 لريال مدريد، النتيجه 3-2 لريال مدريد، وبعدين صارت 4-3 البايرن ميونخ. شوف الطرد شلون يأثر. احنا مباراتين عندنا طرد، مباراة الذهاب ومباراة الإياب عندنا طرد، وي أتلتيكو مدريد. الطرد يأثر، بس ما أعرف الغلط، ما أعرف من مين الغلط، من